يلا بقى بينا نفرش شقة عريس وعروسة 85 متر. بسم الله اللهم بارك. تعالوا بقى نبدأ الفيديو مع بعض، وبالصلاة بقى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده بقى يا حبايب قلبي، أنا دخلت كده على البلكونة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا، مساحتها كويسة جدا، يعني ممكن يحطوا فيها ترابيزه وكرسيين وتبقى قاعده حلوه جدا جدا. بصوا كده زي ما انتم شايفين الشقه دي في الارياف. تمام. بصوا ما شاء الله، يعني منظر حلو جدا جدا. بصوا في وشها كده نخل وزرع كده وحاجه اللهم بارك، حلوه جدا، ربنا يا رب يهنيهم. البلكونه طبعا زي ما انتم شايفين كده فيها الريسبشن. تمام، فيها الريسبشن، فيها انتريه وفيها نيش وفيها الترابيزه، وفيها بقى وحاطه كمان فيها. بصوا عامله الديكورات الجميله دي ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. بصوا هو الشقه لسه هتتفرش، يعني انا بوريكم الشقه قبل ما تتفرش. هما يا دوبك رصوا، جابوا حد رصلهم الشقه زي ما انتم شايفين كده. وحاطين بقى هنا الفريزر عشان خاطر مش واخد مكان، العروسه حطاها هنا، هي اللي اختارت يعني. تمام. وحاطه بقى الشاشه كده وعامله يعني عاملين ديكورات ما شاء الله حلوه جدا جدا. ربنا يا رب يهنيهم يا رب، وعبال كده يا رب كل بنوته كده، يعني كل بنوته كده نفسها تتجوز وتتبسط وربنا يا رب يعني يهنيكم جميعا يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله، حاطين بردك في الصاله دي، الصاله تمام، حاطين فيها كده الغساله عشان طبعا يعني المساحه مش كبيره قوي. ودوت الحمام بردك في الصاله زي ما انتم شايفين كده. بصوا هي كل ده لسه هترص، طبعا انتظروا مني بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هتلاقي كل حاجه بقى الشقه بقى على الفرش عايزه اقول لكم اللهم بارك، جميل جدا جدا. بعد ما اتفرشت بقت حاجه تانية. بسم الله ما شاء الله. دي بقى الشامبوهات والحاجات المنظمات بتاعت التويلت، يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا الواناته هاديه جدا، رمادي في ابيض حلو جدا، واللون الارضيه عايزه اقول لكم عاجبني قوي. دي بقى اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاوضه حلوه جدا، الاوضه لونها كحلي في ابيض زي ما انتم شايفين. وده البوف بتاع السحاره بتاعت السرير زي ما انتم شايفين كده. لون الاوضه حلو جدا جدا، لون الفانيليا الياتيه، واللون اللي هو اللي في الوش ده بيج غامق. تمام. بصوا في بقى كوميدينو لازق في التسريحه. طبعا كل ده هيتظبط، كل ده يعني هنظبطه، خلي الشقه كده زي الفل. بس قولي لي بقى رايكم كده في الكومنتات. بصوا بقى التسريحه بسم الله ما شاء الله، دي النظام ده بيتحط هنا، الميك اب بيتحط هنا. تمام، عشان لو في بقى اطفال كده يعني. بس وده طبعا الدولاب يعني. بصوا كل ده انا هوريه لكم ان شاء الله يعني. هما بس فرشوا الدولاب ورصوا الحاجه تمام. وطبعا الفرش النهائي بقى، الفينش النهائي انا برضك هوريه لكم. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. عايزاكم بقى يا حبايبي تقولوا لي ايه رايكم في رصه الدولاب. بصوا ما شاء الله ديت الفوط والملايات، وطبعا اوضه اللهم صل على النبي. الدولاب فيه كده زي ما انتم شايفين في خزنة. تمام. طبعا دي هدوم بقى الخاصة، وديت بس دي كده بقيت الأوضة النوم زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ربنا يهنيهم يا رب. اللي جنبها بقى على طول، جنبها على طول ديت أوضة الأطفال. تمام، بصوا جنبها على طول. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا في هنا كومنت انا علقت عليه بصراحة. ايه هو بقى التسليح حاجات كبيره جدا، فهم مدخلينها جوه. بصوا هتشوفوا دلوقتي ديت التلاجة. تمام، حطها برضك هنا عشان مفيش مساحه في المطبخ. بصوا التسريحه كبيره جدا، جايه كبيره قوي. المفروض كانوا عاملينها عموله، فالمفروض كانوا عملوها صغيره شويه. ولا انتوا رايكم ايه معايا؟ قولوا لي برضك رايكم في الكومنتات تحت. بس طبعا ربنا يا رب يهنيهم، ممكن بعد كده يصغروها، ممكن يدوها للراجل تاني يصغرها لهم شويه. بصوا زي ما انتم شايفين دي طبعا زي ما قلت لكم اوضه الاطفال. بصوا بقى هنا المفارش ديت، المفارش بتاعتها والملايات والفوط برضو بتاعت الاطفال والبطاطين. تمام. افتح لكم برضو الضرفه التانية. بصوا بقى هنا حاطين الهدوم بتاعت العريس. تمام، ديت هدوم الشتوي اللي فوق، هدوم العروسه.
واللي تحت هنا في الشماعات ديت هدوم العريس. تمام، لسه في هدوم تاني هنحطها. طبعا هوريكم كل ده انا هوريهولكم، وهوريكم برضو المطبخ دلوقتي بعد ما رصوه كل الحاجات دي كلها. تمام. بس بقى يا حبايبي، تعالوا بقى نشوف المطبخ ونشوف بقية الشقة. هنا بقى بقية الأوضة، ده طبعا السجاد، وشلنا بقى يعني احنا كنسنا. تمام، وطبعا مسحنا، ولسه بقى ايه يعني على الفرش دي الجزامه بقى اللي في اول المطبخ زي ما انتم شايفين، حاطين لها بقى الشباشب والكوتشيات واللكاليك، كل الكلام ده. تمام، وديت بتاعه التسالي جميله قوي، وديت بتاعه الكحك والبسكوت، وده بقى الكولمان، ده اساسي عندهم لازم يجيبوا كولمان. وديت طبعا المطبخ زي ما انتم شايفين كده. وديت الوحده التانية اللي بتحط فيها بقى المقشات والجاروف والكلام ده كله. وديت الواحده اللي تحت المطبخ. بس كده. وديت بقى ايه شكل الرخامه، وعليها بقى ايه حاجات كتير، هما طبعا رصوه كده. تمام. فبس ده هنا برضك المجات والكاسات والكلام ده. وهنا برضك الجزء التاني. وهنا برضك مجات والترمس وكوبايات، وهنا كوبايات برضك. وهنا برضك حاطه فوق حلل كتير فوق المطبخ من فوق. ده كالعاده يعني اي عروسه بيحطوا كده. تمام. وده الكتل، وديت كبه والخلاط، وجايبه البيت العائله الكبير اللي هو العائله الكبير ده. وهنا التربو في قلبي بقى شاي وسكر وخزين. وديت بتاعه التوابل. بس يا حبايبي، ربنا يا رب يهنيهم يا رب، ويهدي سرهم كده، وعبال كل بنوته يا رب، وربنا يستر عرضكم جميعا يا رب، اللهم امين. بس هنا بقى ايه، دي بقى كل الشقة. يا رب اتمنى كده ان هي تكون عجبتكم، والسلام عليكم.